هلو معاكم النهارده شيف بكيزة بوصفه جديده وحلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. يلا تابعوا معانا بقيه الحلقه وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض ونقول بسم الله. معانا هنا كوبايتين ونص رز مغسول، طبعا انا مش بنقعه، انت حابه تنقعيه لو انت مستعجله مثلا في التسويه اوكي مفيش مشكله. معانا هنا زبده، زبادي، ملح، هنحط رشه فلفل صغننه، قشطه طبعا، ومعانا هنا اللبن وشويه زيت. هنحط هنا معانا دي قشطه في الارضيه بتاعه الطاجن، دي هتدينا معانا لون وطعم طبعا ايه هيبقى تحت وفوق. طبعا زبده او سمنه بلدي، وطبعا السمنه البلدي لا يعلى عليها. نعمل بايدينا بقى كده مضطرين كده عشان الزبده بس ساقعه شويه، كل ده هيسيح ما تقلقوش. وبعدين ننزل بالرز بتاعنا. انت ممكن تعملي حركه حلوه قوي، ممكن تعملي الرز تدعكيه بالزبده والقشطه وحته سمنه بلدي، طبعا هي بقى الطف حاجه يعني. نحط كمان حته قشطه، معلقه كبيره زبادي، رشه فلفل اسمر صغيره جدا، معلقه كبيره ملح. هنقلب بقى كل الكلام الحلو ده لحد ما تحسي ان الرز كله اتغلف بالقشطه والزبده والزبادي. هنيجي بقى كده نحط ايه شويه زيت، احنا قلنا الزيت هنا عشان يفلفل معايا الرز. ده مقدار لتر ونص لبن، وطبعا كل ما الحليب يكون بقشطته ويكون دسم معانا يكون افضل بكتير، بيدي طعم حلو قوي. يبقى كده احنا حطينا ايه كوبايتين ونص عليهم لتر ونص لبن. هنيجي بقى ايه نحط كمان شويه زبادي كده فوق الوش والقشطه بتاعتنا، وطبعا القشطه اول ما يطلع من الفرن هنحط قشطه كمان. وكده معانا الطاجن بتاعنا بقى جاهز ان هو يدخل الفرن. هنشغل الشوايه من فوق ومن تحت، هنحط الطاجن على الصاجه ودرجه حراره متوسطه. يلا معايا بسم الله. معايا دخلنا هنا الطاجن على الصاجه من تحت خلاص اهو، والشوايه مفتوحه من فوق عشان ياخد وش معانا. يلا بقى. وكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. عملنا النهارده وصفه حلوه قوي ومصريه 100%، طاجن رز معمر بالقشطه. يا رب يكون عجبتكم. كان معاكم النهارده شيف بكيزة، اتمنى تدعمونا ولايك والشير ما تنسوهوش اوعوا وتتابعونا دايما على اوت بوكس فود. اشوفكم في وصفات تانية. باي باي.